اللي ما يعرفش المنشيه في اسكندريه ده سوق فيه كل حاجه واي حاجه حابب تجيبها او بتفكر تجيبها، حتى لو مش عايز تشتري حاجه وحابب تتسلى بس وتتفرج، تعالى المنشيه. المهم انا كنت بجيب شويه حاجات وبعد كده حسيت ان انا جعان، رحت عند ابو حلمي. ابو حلمي اللي انا بصوره لك دلوقتي ده عباره عن كشك سندوتشات بيعمل احلى كبده ابو حلمي، وعامل ترابيزات وكراسي بره على طول الرصيف. المهم اخدت 6 سندوتشات الواحد ب 15 مع المخلل والطحينه والليمون والفلفل ومعاهم كيس شيبسي. دفعت 120 جنيه. طبعا كان ممكن اكلهم عنده يحطهم لي في اطباق ويظبط لي المجال على الاخر، بس انا قلت له لا هاخدهم تيك اواي عشان رايح مكان تاني. وقلت بالمره عايز اشرب فنجان قهوه، فقمت رايح على قهوه طارق الهندي، ودي حتى لو انا وصفتها لك مش هتعرف تروح. انا بروح له ليه بقى؟ عشان بيعمل احلى فنجان قهوه على الرمال، مش زي اخواننا بتوع ماكينه الاسبريسو سخن بالبخار واقلب يا عم. والله شفتهم بعيني. المهم زي ما حضرتك شايف كده فرشت السندوتشات بالمخللات والسلطات، بس القطه دي ما سابتنيش بصراحه، قعدت تبص لي كده فاضطريت ان انا اعزم عليها، وهي بقى مصدقه ومسكت فيا ومش عايزه تسيبني. طيب تعالى نضرب بقى شويه 7 اب مع السندوتشات. وزي ما انتم شايفين كده الكبده خياليه. المهم اكلت القطه شويه وانا اكلت وخلصت. المكان بسيط بس فعلا مريح، انا وكل اللي قاعدين كنا مبسوطين، وشربت فنجان القهوه الجامد قوي. وبس كده، لمزيد من التجارب والمغامرات تابعوني يا جماعه على قناتي الجديده. سلام.